جات لي حالة فاشلة 3 مرات حقن مجهري قبل كده، ولما عملنا فحوصاتنا لقينا السبب كان بسيط جدا. هو يعني ايه فشل متكرر لحقن مجهري؟ هو حدوث 3 مرات نقل لأجنة درجة أولى داخل تجويف رحم بدون ما يحدث حمل، بعد استبعاد بقى كل شيء، بعد استبعاد ان في مشاكل لها علاقة بالسن، بعد استبعاد ان في مشاكل لها علاقة كروموسومات، بعد استبعاد ان في مشاكل ليها علاقه بتجويف الرحم وخلافه. الحاله اللي بكلم حضراتكم عليها كان السبب عندها في منتهى البساطه، ولو كنا عملنا اي اجراء يؤكد شكل بطانه الرحم قبل عمليه الحقن المجهري ما كانش حصل الاجهاضات او الفشل المتكرر ده. واحد من اهم الاسلحه اللي بنستخدمها في ايدينا يا جماعه هو منظار الرحم قبل الحقن المجهري. ياما شخصنا بيه لحميات في اماكن غير طبيعيه، لحميات ممكن تؤثر على شكل قسطره الزرع واحنا داخلين، وعلى ليونه قسطره الزرع، وعلى مدى السهوله اللي احنا ممكن ندخل بيها قسطره زرع الاجنه. لحميات موجوده في اماكن جوه تجويف الرحم ممكن تحتك بالاجنه اثناء عمليه الزرع. الحاله دي بمجرد ما دخلنا فيها منظار رحمي اكتشفنا عيب خلقي داخل تجويف الرحم، وكان زملائي اللي قبل كده ما كانوش اكتشفوا النقطه دي، وكان دايما الزرع بيتم في المكان اللي موجود فيه هذا العيب. ولما صلحنا هذه الامور وعرفنا الموضوع وحطينا خطه جديده لعمليات الزرع، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نزرع في التجويف السليم، وحصل حمل مباشره معانا من اول مره.